السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم. تحلية بالفلان، الليمون والنعناع. إذا نحتاج إلى نصف لتر من الحليب، وعلبة صغيرة من فلان الليمون وزن 50 غرام، وملعقة أو ملعقتين كبيرتين من السكر، وملعقة كبيرة من النشا أو المايزينا. نضع السكر في وعاء، نضع ملعقة أو ملعقتين حسب الرغبة. أنا سأضع هنا ملعقتين كبيرتين، ونضع الفلان. قلت لكم علبة صغيرة من فلان 50 جرام. نخلطها جيدا مع السكر بالملعقة، ثم نضع النشا أو المايزينا، ملعقة كبيرة من النشا أو المايزينا، ونخلط النواشف مع بعض. ثم نضع القليل من الحليب ونخلط جيدا بالملعقة. ونخلط بالمضرب اليدوي، ونكمل الحليب. نضيف الحليب الباقي ونخلط جيدا بالمضرب اليدوي. ثم نضع عطر الليمون، قطرات فقط من عطر الليمون. هذا العطر يباع في محلات الحلويات، وممكن إضافة ملون الليمون يباع كذلك في محلات الحلويات، وهو عبارة عن بودرة. نخلط جيدا المكونات مع بعض بالمضرب اليدوي، ونضع الخليط فوق النار ليتقان معنا. ثم نخلط جيدا بالملعقة الخشبية، ونخلط جيدا حتى يتماسك معنا الخليط، ونضعه جانبا ليبرد. ثم نضعه في كؤوس التقديم. نضع هنا الطبقة الأولى لأننا سوف نعمل 3 طبقات، إنها هذه الطبقة الأولى. ونضع كأس مملوء من الخليط، كأس مملوء هذا من الخليط في المجمد، نغطيه ونضعه في المجمد لحين الاستعمال. إذا هنا سنعمل الطبقة الثانية، وهي عبارة عن فلان الفانيليا. هنا سآخذ ملعقتين من فلان الفانيليا، أو ما يعادل 25 جرام من الفلان، وملعقة كبيرة من السكر، ونخلط الفلان والسكر جيدا، والسكر حسب الرغبة. ونضع الماء، هنا ربع لتر من الماء. إذا ربع لتر من الماء ل25 جرام من فلان الفانيليا، أو ملعقتين كبيرتين من فلان الفانيليا، وملعقة كبيرة من السكر. ونخلط جيدا المكونات مع بعض. نخلط جيدا، وهنا ممكن التذوق لنرى أن السكر يحتاج إلى السكر أم لا. أنا هنا سأضيف القليل من السكر، ثم نضيف ملعقتين من النشا أو المايزينا، ونخلط جيدا بالمضرب اليدوي. نخلط جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعض، وتذوب النشا أو المايزينا في الماء حتى لا تتكتل معنا. ونخلط جيدا بالمضرب. وهنا سوف نأخذ عطر النعناع يباع في المحلات الحلويات. عطر النعناع أو بادغام مونت.
إنه عطر ولون في نفس الوقت. نأخذ القليل ونرى إذ هذا هو اللون الذي نريده، ونخلط جيدا بالمضرب اليدوي، نخلط جيدا. سأضيف القليل من القطرات كذلك وأخلط جيدا ونضعه فوق النار ليتقال معنا، وهذه النتيجة. ونحرك جيدا بالملعقة الخشبية كما عودتكم دائما، يجب أن نستعمل الملعقة الخشبية عندما نضع الخليط فوق النار، ونخلط جيدا بالملعقة حتى تتجانس المكونات مع بعض، ونضعه جانبا ليبرد قليلا ونستعمله. إذا هنا نأخذ الخليط ونضعه فوق الطبقة الأولى للكؤوس التي وضعناها لتبرد. نضع القليل فوق الطبقة الأولى، طبقة الليمون، ونفرغ فوق الكؤوس كما ترون. نفرغ اللون الأخضر لون النعناع. إذا بعد أن ملأنا الكؤوس نعيدها للثلاجة لتبرد ونحضر الطبقة الثالثة. إذا نخرج الخليط الذي وضعناه في المجمد، الكأس الذي وضعناه في المجمد ليبرد معنا، ونضعه في وعاء. ونفس الكأس نأخذه بودرة الشانتي، نفس الكأس نأخذه بودرة الشانتي ونخلط جيدا الخليط مع بعض، بودرة الشانتي والخليط. إذا ونضع الخليط في كيس حلواني ونزين به الكؤوس كما سوف ترون معي هكذا. نضعه في كيس حلواني بوشادوي ونزين بورود صغيرة أو أي تزيين، أو أضعه هكذا كما تريدون. أنا سأزينه هكذا كما ترون في الصورة. سأزين باقي الكؤوس ونرى النتيجة. وهنا ممكن تزيين الكؤوس بأوراق النعناع. سأزينها بأوراق النعناع، وأنتم لكم الاختيار. زينوها بالشوكولا أو بشرائح الليمون حسب الرغبة، التزيين حسب الرغبة. إذ أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك والضغط على الجرس ليصلك كل جديد. شكرا لدعمكم. إذا كانت هذه التحلية لفلان الليمون والنعناع. أرجو أن تعجبكم الفكرة وتطبقونها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورمضان مبارك.